سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الأول إعدادي، أهلا وسهلا بكم. من كتاب الأضواء هنحل المحافظة رقم 16، محافظة الفيوم. طبعا أكيد محافظة مهمة جدا جدا، وطبعا أحسن وسيلة إنك تجيب الدرجة النهائية هي إنك تحل امتحانات كتير. تعالوا بينا نشوف المحافظة دي. أول سؤال معانا بيقول لي إيه؟ المعكوس الضربي للعدد 3.5. طب مبدئيا كده علشان تجيب المعكوس الضربي لل3.5 لازم تعدلها الأول. في طريقتين إنك تعدلها بيها. في الطريقة العادية إنك بتحط المقام 2 وبتضرب الاتنين في 3 ب6، 6 و1 كام؟ 7. دي الطريقة العادية. في طريقة بالآلة الحاسبة، بتكتبها ازاي بقى بالآلة الحاسبة؟ شغل الآلة الحاسبة، بتضغط على الشيفت والكسر وتكتب هنا 3 وهنا 1 وهنا 2 وبتضغط يساوي، تطلع لك 7/2. طيب انت عدلتها، يبقى المعكوس الضرب بتاع ال7/2 بقى ايه؟ 2/7. يبقى الإجابة 2/7. السؤال التاني بيقول لي إذا كان المنوال لمجموعة من القيم 8 و7 و6 وس زائد 3 هو 8، فأنت بتاخد الس زائد 3 أهي بتساويها بال8، يعني س زائد 3 بيساوي 8. كام زائد 3 يدينا 8؟ 5. يبقى الس عندك بكام؟ ب5. السؤال الثالث، العامل المشترك الأعلى في المقدار ده. أنت بتروح للأرقام وتحاول تشوف أحسن رقم يقبل اسم عليهم هما الاثنين. يعني ال15 وال10 أنا شايف إن ال5 هي اللي بتقبل اسم عليهم هما الاثنين، فأنا هختار ال5. بعد كده أنت بتروح للسينات وتاخد السين الصغيرة فيهم. هنا س أس 2 وهنا س، فبتاخد السين. يبقى العامل المشترك الأعلى هو 5 س. السؤال الرابع أنت ممكن تعمله على الحاسب عادي خالص. أدي 1 ناقص 30 وتعمل علامة في المية. علامة في المية تطلع 7/10 أو 7/10. 7/10. هتيجي تبص هنا مش هتلاقي 7/10. هنشوف دي كده ال70% دي نكتبها على الحاسبة نشوفها ب7/10 ولا لأ. آدي 70% طلعت 7/10، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. السؤال الخامس بيقول لي الوسيط لمجموعة القيم 3 و9 و5. الوسيط أنا برتبهم واختار اللي في النص، يبقى 3 5 9. اللي في النص كام؟ 5. يبقى الوسيط هو 5. السؤال السادس سؤال تراكمي من سنة رابعة ابتدائي، بيقول لي أصغر عدد أولي فردي هو ال3. أصغر عدد أولي وفردي بيكون ال3. نيجي للسؤال الثاني بيقول لي أكمل ما يأتي 2 و7 و12. أنا ملاحظ إن هو كل مرة بيزود 5، يبقى أنا هزود كمان مرة 5، يبقى 12 و5 كام؟ 17. السؤال الثاني بيقول لي معك 60 جنيه صرفت منهم خمس المبلغ فإن المتبقي معك. يبقى المتبقي 4/5. ما هو 1/5، يبقى المتبقي بتاعك 4/5. هضربهم في 60، يبقى تضرب ال4/5 في كام؟ في 60. آدي 4/5 في 60 طلع 48 جنيه. طيب في طريقة تانية. إيه هي الطريقة التانية؟ إنك تجيب خمس المبلغ الأول، تضرب الخمس في 60. آدي خمس 1/5 في 60 طلعت لي 12. يبقى 60 ناقص ال 12 دولت يطلع لك برضو 48. هي بيقول لي الاتنين في كام؟ ادينا 5. هتقسم ال5 على الاتنين. 5/2 فيها الاتنين و5/10. طب انت عايز تتأكد ان هي صح، هتضرب الاتنين في 2 و5/10 تك يساوي تطلع لك 5. يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. السؤال الرابع بيقول لي إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة القيم هو الخامس فإن عدد القيم. يعني أنت واقف في طابور وأنت الخامس، يبقى أنت أكيد قدامك كام؟ 4، لأن أنت الخامس فأكيد قدامك 4 طبعا. طيب وطالما أنت الوسيط يبقى أنت اللي في النص. طالما أنت اللي في النص زي ما يكون قدامك 4 لازم يكون وراك كام؟ 4، ما أنت اللي في النص. يبقى 4 و4 8، 8 وأنت ب1 يبقى 9. يبقى عددكم كله كام؟ اللي في الطابور كله 9. السؤال الخامس بيقول الحد الجبري ده من الدرجة الكام؟ الحد الجبري أنا بجمع الأسس بتاعت السين والصاد. حلو. فأنت عندك السين أس 3 والصاد هنا أس 1، يبقى 3 و1 كام؟ 4. يبقى من الدرجة الرابعة.
اكتبها له باللغة العربية. السؤال التالت بيقول لي اجمع. سؤال اجمع سؤال سهل. كل اللي عليك انك هتروح على الفصل ده اهي، تيجي على الفصل وتخليها زائد، وهتجمع الالف مع الالف والباء مع الباء والارقام مع الارقام. 3 الف و2 الف، 3 الف و2 الف يبقوا 5 الف. سالب 5 باء وموجب 5 باء طاروا مع بعض. الارقام بقى هي اللي فاضله 1 و3 4. تمام. السؤال رقم بقى بيقول لي اوجد عددين نسبيين ينحصران بين الثلث والربع. هتيجي هنا اهو كده اهو وتساوي المقامات، ادي ثلث وادي ربع. التلاتة هتروح تضرب الأربعة، والأربعة تيجي تضرب التلاتة. التلاتة في 4 ب12، والواحد في 4 ب4. التلاتة في 4 ب12، والواحد في 3 ب3. أصبح عندك من التلاتة على 12 لأربعة على 12، فتيجي تبص بينهم مش هتلاقي أرقام، ده بعد التلاتة 4. طب تعمل إيه؟ هتحط دي صفر ودي صفر ودي صفر ودي صفر. أصبح عندك من ال30 على 120 لحد ال40 على 120، يعني 31 على 120، 32 على 120، 33 على 120. كتير. هو عايز كام واحد؟ عددين، اكتب له 3 ما تحرموش. طيب السؤال الرابع ألف، استخدم خاصية توزيع. كل اللي عليك في خاصية التوزيع إنك هتيجي على الزائد ده اهي وتعمل دايرة صغيرة. هقول لك فائدتها إيه. أنا لما عملت دايرة صغيرة أصبح عندك كام قطعة؟ 2. أصبح عندك قطعتين. إيه المشترك في القطعتين دولت؟ 5 على 6. هتطلع 5 على 6 كده أهو، وهتفتح قوس وهتلم الباقي. احنا لما خدنا 5 على 6 اتفضل كام؟ 7. بعد كده ايه؟ زائد. اخدنا 5 على 6 اتفضل كام؟ 5. يعني بتساوي 5 على 6. القوس ده بيكون فيه 7 و5 كام؟ 12. ممكن تعملها بالآلة الحاسبة، أو 12 على 6 فيها الاتنين، والاتنين في 5 بكام؟ ب10. الناتج هيطلع معاك 10. هنا بيقول لي أوجد خارج قسمة، وده طبعا سؤال سهل. قسمة سهلة دي غير القسمة اللي هي بتكون على مقدار جبري. ديت قسمة على حد جبري، دي سهلة دي. الحدين دولت هنقسموا على 7 س. ده على 7 س وده على 7 س، اللي هي ديت يعني 14 على 7 فيها الاتنين، وس والستين على الس فيها س. 21 على 7 فيها التلاتة، والس طارت مع س، أصبح الناتج عندك 2 س زائد 3. 2 س زائد 3. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعد كده، بيقول لي ايه؟ اختصر لأبسط صورة. س زائد 5 تربيع ناقص 10 س. الأول تربيع والأخير تربيع، والحد الأوسط هتضربهم كلك في بعض. الاتنين في 5 في س، الاتنين في 5 ب10، 10 في س ب10 س. والسالب 10 س ديت هتنزل زي ما هي كده، سالب 10 س. طيب أنا ملاحظ إن هنا موجب 10 س وسالب 10 س طاروا مع بعض مع السلامة، مفضلش عندك غير س تربيع زائد 25. كده خلصت. س تربيع زائد 25. هنا بيقول لي أوجد الوسط الحسابي لمجموعة القيم دي. الوسط الحسابي مجموع القيم عن عددهم، يعني 9 زائد 19 زائد 13 زائد 22 زائد 17. عددهم كام؟ 1 2 3 4 5. وأعملهم بالآلة الحاسبة، أريح دماغي. أدي 9 زائد 19 زائد 13 زائد 22 زائد 17 على 5. أضغط يساوي تطلع 16. يبقى الوسط الحسابي بتاعك كام؟ 16. بكده تكون انتهت محافظة 16. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وطبعا معظم المحافظات محلولة على القناة. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.